من معرض ريشة ومداد الإنسانية. قابلنا مع إحدى العارضات الجميلات، أعتقد إنها فنانة تشكيلية كما يبدو. عرفينا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي آلاء علاء عبد الفتاح، طالبة بالفرقة الرابعة كلية التربية النوعية قسم العلوم الفنية من محافظة الشرقية. طب يا ترى اتعرفتي ازاي بقى؟ وقولي لي بقى كده واحكي لي ازاي اتعرفتي وتواصلتي مع الناس في المعرض. كنا قاعدين انا وبابا عادي، وقلت له انا نفسي، والدي موجه اول في الزخرفه، طالع على المعاش. كنت بتكلم معاه ان انا نفسي ادخل في معارض بره الشرقيه، اللي انا ما تكونش موجوده جوه الشرقيه او كده. وبعدين تواصل مع الدكتور ايمن الدنديتي وكلمه ووصلنا لاحدى المسؤولين على الاكاديميه وكده، وتواصلنا مع دكتور جان ربيع، ربنا يبارك لها يا رب، فنانه جميله. طبعا انت عايزاكي بقى تكلمينا عن الفن بتاعك في اللوحه. اللوحه دي انت مصوراها في خيالك عن ايه او خدتيها من ايه؟ انا خدتها كنت قاعده عادي على الموبايل بقلب، لقيت مدينه بندقه بايطاليا، فعجبتني بالوانها وكمان الصوره ليليه، وعجبني الظل والنور اللي في الصوره. هي كانت صوره اصليه مش مرسومه ولا حاجه. وعجبني في الجو اللي فيها بإيحاء المية في وقت الليل، والنور اللي عامل على البيوت ومدي ظل ونور فيها. طيب هي اصلا من اجمل مدن العالم على مستوى العالم. اكيد طبعا، اكيد انت متاثره بيها. طب يا ترى بقى كلمينا على الخامات اللي انت استخدمتيها في اللوحه الجميله دي. استخدمت خامه الاويل باستل، وسبب اختياري للخامه دي انها مش مكلفه خالص. حبيتها، وتحس ان هي فيها ملمس حلو وانا شغاله فيها. خامه كويسه يعني، وكمان مش مكلفه يعني. العلبه مش في متناول كل فنان، سواء مقتدر انه يجيب خامات غاليه او لا. واستخدمتها على خامه الورق الخشن، لانها بتبقى على الملامس الخشنه بتبقى كويسه جدا. احنا بنتمنى لك كل خير ودايما تقدم وفن اكتر واكبر. بتتمني بعد ما تتخرجي يعني تقدري تعملي بقى اتيليهات وشغل وحاجات زي كده، ولا ايه؟ هو ربنا يقدرني على ان انا احقق حلمي طبعا. يعني مش ليا خطه محدده، فاللي ربنا كاتبه لي اكيد هو الخير ليا طبعا ان شاء الله. في النهايه حبيبتي انا متشكره ليكي جدا، ومتشكره لكل مسؤولي المعرض، الدكتوره عبد الكريم الفراجي، يعني حاجه بصراحه جميله جدا، القائمين على المعرض، الاستاذه العميده عبير، الاستاذ محمد عامر، الاستاذ، كل المسؤولين عن المعرض، وعلى راسهم فنانه الشعر جيهان ربيع فاضل.